وحشتوني. في الشغل العلاقات مش دايما بتكون واضحة زي ما احنا متخيلين. ممكن تشتغل مع شخص فترة طويلة جدا وتثق فيه وتشاركه أفكارك وتساعده وتعتبره زميل قريب منك، وبعد فترة تكتشف إن كل اللي كنت بتعمله معاه كان بالنسبة له مجرد فرصة يستفيد بيها منك. الخيانة في الشغل مش لازم تكون موقف كبير وواضح، ساعات بتبدأ بحاجات صغيرة جدا، معلومة اتقالت لك وفي ثقة واتنقلت لحد تاني، فكرة اقترحتها واتعرضت قدام الإدارة باسم الشخص التاني، مجهود اشتغلت عليه شهور واتقال إن الفضل فيه لحد غيرك، أو شخص كان بيطلب مساعدتك طول الوقت ولما جه وقت التقدير اختفى اسمك من الصورة تماما. الأصعب من كده إن الشخص نفسه ممكن يفضل قدامك يتعامل بمنتهى الود وكأن مفيش أي حاجة حصلت. الخيانة المهنية بتوجع قوي لأنها بتضرب الثقة قبل ما تضرب الشغل اللي بينكم. لما تنخدع في شخص في الشغل مش بس بتزعل على الموقف، ولكن بتبدأ تسأل نفسك: هو أنا كنت فاهم الشخص ده غلط؟ هو كل اللي كان بينا مصلحة بس؟ هو أنا ساعدته ليه؟ وعشان كده لازم نفرق ما بين إنك تكون إنسان متعاون وبين إن أنت تدي ثقة مطلقة لكل اللي حواليك. في ناس بتتعمد تكون غامضة في الشغل، تقول لك نص الكلام وتخبي النص التاني، أو توافق قدامك وترفض من وراك، أو تسيبك فاهم حاجة وهي عارفة إن الحقيقة حاجة تانية تماما. وأحيانا عدم الوضوح بيكون وسيلة للسيطرة. الشخص بيفضل سايبك مش عارف موقفه عشان يقدر يغير كلامه وقت ما يحب ويطلع نفسه دايما صح ومش غلطان. وعشان كده الوضوح مهم جدا في أي بيئة عمل. لو في اتفاق يبقى واضح وصريح، لو في مسؤولية تبقى محددة، لو في مشكلة لازم تتقال بصراحة وتتعرض، ولو في اختلاف يبقى يتقال بشكل مباشر بدل الكلام من ورا الظهر. لأن أكتر حاجة بتخرب بيئة العمل مش الاختلاف، ولكن الاختلاف اللي مستخبي ورا المجاملات والكلام المزدوج. في نوع من الناس بيعتبر الشغل منافسة شخصية مش نجاح جماعي، يعني لو انت نجحت لازم يحس ان نجاحك خطر عليه، ولو انت اتشكرت لازم يحاول يثبت ان هو اللي كان السبب، ولو عندك فكرة كويسة هتلاقيه يحاول ياخدها ويقدمها بطريقته هو. هتلاقيه دايما حابب يكون في الصورة حتى لو الصورة دي ناقصة حقوق ناس تانية. المشكلة هنا إن الشخص مش بيبحث عن النجاح فقط، هو بيبحث عن الإعجاب والاعتراف بيه بأي طريقة كانت. وممكن يعمل نفسه صاحب الفكرة، أو يبالغ في دوره، أو يقلل من دور غيره، أو يتكلم عن إنجازاته طول الوقت، وفي المقابل بيتجاهل الناس اللي ساعدته. وده بيخلق جو من المنافسة الغير صحية. في فرق كبير بين إن أنت تثبت نفسك وإن أنت تلغي غيرك. ان انت تقول انا تعبت ووصلت ده حقك، لكن ان انت تقول انا وصلت لان غيري ملوش لازمة فدي مش ثقة بالنفس ابدا، دي محاولة لاثبات الذات عن طريق التقليل من الاخرين. الشخص الواثق فعلا مش بيخاف يقول دي فكرة فلان، فلان ساعدني، النجاح ده كان مجهود فريق، انا لوحدي ما كنتش هوصل. لان الاعتراف بفضل الاخرين عمره ما يقلل منك، بالعكس ده بيبين ان انت انسان ناضج وواثق من نفسك. لكن نحمي نفسنا ازاي؟ اول حاجة، اوعى تدي كل اسرارك المهنية لاي حد. مش معنى ان انت بتحترم الناس ان انت تحكي كل خططك وافكارك وتفاصيل شغلك لكل اللي حواليك. تاني حاجة، خليك واضح في شغلك. لو اشتغلت على مشروع او فكرة خلي دورك معروف وثابت، خصوصا لو الشغل جماعي. تالت حاجة، اوعى تدخل في معارك لإثبات إن فلان خانك. أحيانا أفضل رد على الشخص اللي حاول يسرق مجهودك إنك تستمر في شغلك وتخلي إنجازاتك هي اللي تتكلم عنك. رابع حاجة، حط حدود. الشخص اللي تعود إن أنت تساعده كل مرة وبعدها ينسب الفضل لنفسه لازم يعرف إن مساعدتك مش حق مكتسب. خامس حاجة، اوعى تتحول بسبب التجربة لشخص مؤذي. يعني لو حد خان ثقتك مش معنى كده ان كل الناس خونة، ولو حد استغل طيبتك مش معنى كده انك لازم تبقى قاسي.
المطلوب انك تتعلم، مش ان انت تتغير للأسوأ. والاهم من ده كله ان انت ما تخليش حب الظهور يسرق منك اخلاقك، لان ممكن حد ينجح انه يخدع الإدارة لفترة وانه يظهر بصورة افضل منه او ياخد تقدير مش من حقه، لكن مع الوقت الناس بتعرف اللي بيشتغل بجد بيبان، واللي بيجامل زيادة عن اللزوم بيبان، واللي بيسرق مجهود غيره برضه بيبان، واللي بيقف جنب الناس وقت الشدة برضه بيتعرف، واللي بيظهر بس وقت النجاح برضه بيتعرف. الشغل في النهاية مش مجرد نقبض مرتب، ده مكان بتتكون فيه سمعتنا المهنية، وممكن تخسر فرصة بسبب قرار أو تخسر مشروع أو حتى تسيب مكان شغلك، لكن لو حافظت على سمعتك بأخلاقك هتقدر تبدأ من جديد. أما لو بنيت نجاحك على الخيانة والكذب واستغلال الناس وسرقة مجهودهم، ممكن توصل فعلا، ولكن هتفضل طول الوقت محتاج تثبت إنك تستحق المكان اللي وصلت له. خلاصتنا النهاردة: اشتغل بضمير، خليك واضح، اعرف حدودك واحفظ حقوقك، واوعى تثق بسرعة في أي حد، وفي نفس الوقت ما تعيش طول الوقت شكاك في كل الناس. ساعد غيرك لكن ما تسمحش لحد يستغلك. افرح بنجاحك لكن ما تحتاجش ان حد يفشل عشان تحس ان انت ناجح. اظهر لكن خلي ظهورك نتيجة تعبك مش نتيجة اختفاء مجهود غيرك. الأهم خليك الشخص اللي لما ينجح الناس اللي حواليه تفرح له، مش الشخص اللي لما ينجح الناس تفتكر يا ترى مين خسر بسببه. لأن النجاح الحقيقي مش إن أنت تكون أعلى من غيرك، النجاح الحقيقي إن أنت تطلع لفوق من غير ما تدوس على حد. ودمتم سالمين.